مساء الفل. الشتيمه فعلا بقت الحاجه اللي احنا بقينا نقولها من غير ما نحس، حرفيا بشكل لا واعي. ده بقى في ناس مننا ممكن لما تروح تعترف تنسى اصلا اللي هي تقولها، فيقول لك اصل هي كلام عادي، يعني ده انا بوصف بعبر عن رايي. هو انا لو قلت يعني فيها حاجه او قلت هيحصل حاجه، يعني يقول لك ده وصف مش شتيمه. وبعدين برستيج قدام صحابي يرضيك يقولوا عليا نايت يعني. بس اللي جاي اقوله لك النهارده ان الشتيمه خطيه وحاجه غلط جدا. ربنا بيقول لنا غير مجازين عن شر بشر ولا عن شتيمه بشتيمه، وبيأمرنا لا تخرج كلمه رديه من افواهكم، وبيقول لنا اللي عايز يعيش ايام صالحه يكف لسانه عن الشر. زائد ان الشتيمه مش اوبشن عندنا كمسيحيين. اللسان ده اللي انا بستخدمه عشان اسبح اسم ربنا، ما ينفعش ابدا ابدا اللي انا استخدمه عشان اهين المخلوقات اللي على صوره ربنا. انما فعلا لو عايز تبقى روش بصحيح امشي ورا القطيع، ما تمشيش ورا الناس، خليك مختلف. افتكر ان انت مخلوق عشان تبقى نور للعالم. طيب لو عايز ابطل شتيمه اعمل ايه؟ اول حاجه كل يوم الصبح وانت واقف تصلي استرس على ليتقدس اسمك، قول له ليتقدس اسمك النهارده في بق يا رب. واسم ربنا لما يتقدس في بقك هيبقى بقك كله مقدس. واطلب منه كمان انه يخليك شبهه، الناس اللي تشوفك تشوف يسوع. تاني حاجه بدل ما تقول شتيمه خليها بركه. اعمل زي ما الايه بتقول غير مجازين عن شر بشر ولا عن شتيمه بشتيمه، بل بالعكس مباركين. وربنا يقول لنا باركوا لعينيكم. لما تلاقي حد بيشتمك قول له ربنا يباركك، صدقني دي اقوى من الشتيمه. تالت حاجه الشتيمه مع الوقت بقت عاده، ولو انا عايز اتخلص من اي عاده طبيعي الاقي الدنيا صعبه عليا في الاول، لكن طول ما انا عارف ايه الهدف هوصل. طب ايه الهدف من اللي انا بطل شتيمه؟ لو عرفت مقامك الحقيقي بجد عمرك ما هتشتم. ربنا بيقول لنا كونوا قديسين لاني انا قدوس. ده امر مش طلب، فعلا قديسين عشان هو قدوس، فما يليقش بينا ابدا اننا نشتم، انما اللي يليق بينا بجد اننا نحيا حياه القديسين.